الاخبار؟ كله تمام. فيديو النهارده هيبقى مهم قوي، ناس كتير طلبته مني وكان لازم يتعمل من زمان جدا، فيلا بينا. زي ما وعدتكم ان انا هحاول انتظم على الفيديوهات، ففيديو جديد في نفس اسبوع الفيديو اللي فات، فاظن نحتاج مكافأة على الحوار ده. فمكافئتي هي ان انت تعمل لايك للفيديو، تنزل تعمل شير، تعمل لي كومنت جميل برأيك او اي حاجة انت عاوزها مني، عشان الفيديو ده بناء على طلبكم اصلا. واعمل اشتراك في القناة وفعل زرار الجرس، وانزل في الديسكريبشن تحت اللي هو صندوق الوصف هتلاقي اللينك ده عليه كل اكونتاتي في كل حتة وكل حاجة تخصني، تقدر تتواصل معايا، تقدر تشوف كل حاجة جديدة. الموضوع لذيذ. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب على اللي هم فيه ويعينهم. بقول لك تاني وتالت ومش هزهق، قاطع وما تبقاش خنزير، ما تبقاش شخص متخاذل. ما تقوليش مقاطع مش هتعمل حاجة، انت مش بتقاطع عشان تعمل حاجة، انت بتقاطع علشان تبرأ ذمتك وتبرأ نفسك من اللي بيحصل لهم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فبجد المقاطعة مهمة جدا وهو جهاد في سبيل الله. يا سيدي خلينا ما بتعملش حاجة، ما انها بتعمل وبتأثر فيهم جدا، ولكن عشان لما تتسأل قدام ربنا يقولك انت عملت ايه، تبقى عملت حاجة فعلا، يعني اللي تقدر عليه. ربنا بيمتحننا في حاجة تافهة، فبالله عليك خليك قدها. تعالى بقول لك احنا هنعمل ايه في الفيديو ده. قبل ما نعمل اي حاجة هحرق لك كده من اولها. معظم فيديوهاتي كنت بجيب لكم فيها ترانشولات كبيرة زي كده او زي كده، او في سالمون بينك جوه هنا، هبقى اوريها لكم ممكن في اخر الفيديو، وبوريك بقى تعمل البيت ازاي وبناكلهم وبنعمل حاجات كتير. ففي اسئله بتيجي في دماغ الناس، هو انا لو جبت عنكبوت هو لسه صغير هل هيموت مني وهل هيبقى صعب؟ طب هل اجيب واحد كبير اسهل؟ طب ايه الموضوع ده؟ الحقيقه ان العناكب الكبيره اللي انت بتشوفها دي بتكون عندي اصلا من وهي صغيره، بتكون حجم قد كده، حاجه لا تذكر حرفيا، وبتربيها لحد ما تكبر كده، وهي دي المتعه في تربيه العناكب. انا كادهم بستمتع جدا في تربيه العناكب الصغيره اكتر من الكبيره، لاني بفضل دايما مستنيها تكبر، مستني مولت ورا مولت، بيبقى الموضوع ممتع جدا. ولكن العنكبوت عندي وهو كبير حرفيا انا مش باجي جنبه اصلا. عندك السام والبينك هنا بفتح اكلها بس مش باجي جنبها، تمام. عندك الحاجات هنا في الانكوجرات انا خلاص وصلت اللي انا عايزه منها، خلاص كبرت بقت قضت دلوقتي، سواء بقى هجوز او ايا كان، بس انا وصلت للغايه بتاعتي بقى، خلاص العنكبوت عندي كبير. ولكن الموضوع بقى من العنكبوت وهو صغير حاجه تانية خالص. يعني ادهم ما اجيبش عنكبوت بقى صغير وكده وهيموت مني وبتاع، يا عم لا. انا الفيديو ده هقول لك انت هتعمل ايه، العنكبوت هيوصل لك ازاي، هتربيه ازاي، هتاكله ازاي، هتعتني بيه ازاي. وفي فيديوهات كتير تكمله للموضوع ده، ولكن الاساسيات يعني اول حاجه انت هتعملها هتبقى في الفيديو ده. وعندي ليك خبرين في اخر الفيديو، خبر حلو وخبر وحش. هو مش وحش قوي ولكن هو ليه علاقه بالفيديو اللي فات. لو انت شفت الفيديو اللي فات فانت اكيد هتبقى مخمن ايه اللي حصل، لو انت ما شفتهوش بقى فارجع شوفه بس بعد ما تكمل الفيديو ده، كمل الفيديو ده للاخر عادي واعرف ايه اللي حصل، وبعدين ارجع للفيديو اللي فات شوفه عشان كان فيه تزاوج وحاجات جامده جدا. بص يا سيدي، انا المره دي جايب لك نوعين، يعني مش حاجه واحده، والنوعين دول مناسبين للمبتدئين وموجودين لو انت عاوز تشتريهم، تمام. يا ترى نبدا بانهي واحد فيهم؟ خلينا نبدا بده. دي ابسط حاجه الاوردر هيجيلك بيها، علبه تربيه بسيطه جدا، والعلبه الصغيره دي اللي بيكون جواها العنكبوت. طبعا العنكبوت ده من سبايدر توسك، ونوعه هو تليلتوكاتل فيجانس، واللي هو الريدرام ترانشولا. النوع ده من الترانشولات جميل جدا ومناسب للمبتدئين، وبيوصل لحجم 16.5 سنتي، ده بعد البلوغ واكبر حجم ليه، وده حجم كبير جدا على فكره مش صغير خالص. اول حاجه بتعملها وهو البيت، واللي هو العلبه بسيطه جدا وبتحط كوكوبيت بس، دي ابسط حاجه ومش محتاج تعمل حاجه اكتر من كده. كوكوبيت لو جاف هتجيب بخاخة الميه وهترش بخاختين ميه كده وخلاص. هيجيلك العنكبوت في انبول زي ده، تفتحه بالراحه جدا، تمام. هتلاقي العنكبوت قاعد جوه، اعتقد انت شايفه. وهتبدأ بالتويزر تفتح او تسحب المنديل كده، سوري، بالراحة خالص، وتحط المنديل هنا. انت لسه بتخاف فانت ممكن تسيبه كده، وهو العنكبوت واحدة واحدة هيخرج لوحده من المنديل. لو حابب بقى انت تبدأ تطلعه بنفسك هتفتح المنديل بالراحة، قطعه مش مهم، وهتبدأ تزق العنكبوت بحيث ان هو يخرج من المنديل، وتسحب المنديل وبس كده.
انت كده حرفيا مربي ترانشولا. زي ما انت شايف بيبدأ يجري في المكان، ومش محتاج حاجة اكتر من كده حرفيا. تحط الغطا عليه، طبعا العلبة بتكون مخرمة من الجناب ومتخرمة من فوق وبس. معانا الترانشولا التانية وهي الكيرلي هير ترانشولا. شكل العلبة مختلف شوية، ولكن لو زي دي مش هتفرق، المهم هي علبة صغيرة وخلاص. تفتح عليها كده زي ما قلنا، طلع الأنبول. بس الأول انت هتظبط البيت من جوه، ولو محتاج رطوبة هترطب. ونبدأ نطلع المنديل بشويش، ونفتح كده ونطلع الترانشولا بتاعتنا. وانت بتقفل غطا الانكلوجر بقى خلي بالك بالراحة خالص، علشان العنكبوت وهو بيجري جوه ممكن يطلع على حرف العلبة فتقفل عليه. فانت بالراحة خالص والموضوع بسيط، ما تتوترش. لو العنكبوت جري منك عادي، هو اصلا مش سريع، تعرف تسيطر على الوضع تماما. لو انت يعني خايف وكده، خلي جنبك كاتش كاب، اي كوباية فاضية واي علبة فاضية، بحيث ان هو لو جري، شفنا في الفيديوهات قبل كده انا بعمل ايه، وتحط البتاع عليه كده. بتطلب الاوردر بتاعك من سبايدر تاسك، ممكن يجيلك معاه انكلوجر احترافي زي ده. دي بتبقى علبة بلاستيك ولكن مصممة لتربية العناكب الصغيرة. حاجة جميلة جدا، ولكن كده هو في الحجم ده الصغير ده مش هتربيه في الانكلوجر ده، لانه هيبقى كبير عليه شوية. فتعالى برضو نشوف هنعمل ايه. هنبدأ نجهز الانكلوجر. كل اللي احنا محتاجينه شوية كوكوبيت جوه وبس. طبعا الكوكوبيت ده كده مترطب، فبس ده كل اللي احنا محتاجينه. زي ما انت شايف الانكلوجر كبير قوي عليه. هتقول لي ادهم، طب ما ده كمان كان كبير عليه، ولكن يعني هو محجمه شويه. انما الانكلوجر ده لما تحط الغطا كده، تمام، الغطا ده بيبقى فيه زي فراغات في القفل بتاعه، فالعنكبوت ممكن يزنق نفسه في اي حته منهم، سواء عرف يهرب او الزنا حصل له حاجه. فبلاش العنكبوت يعمل مولت او مولتين وبعدين تنقله في الانكلوجر ده. الغنى التاني اللي معانا ده هو الكيرلي هير ترانشولا، نفس عيلة المكسيكان ريدروم ترانشولا، وهو تريلتوكاتل ابوبيريسوس. وده شكل الكيرلي هير ترانشولا لما بتكبر، حجمها بيوصل 15 سنتي زي ما انتوا شايفين. جميلة ازاي. عنكبوت لطيف جدا مناسب للمبتدئين. هي بتهجم على الفرشة مفكراها اكل، تمام. نوع شهيته مفتوحة والنمو بتاعه معقول، مش سريع النمو، متوسط النمو، ولكن عنكبوت جميل قوي. دي الهندران كيرلي هير ترانشولا. شايفين شعرها الكيرلي عامل ازاي؟ كنت تشوفوا ان انت شعر ويفي او كده، انما هو كيرلي هير. الوانها تحفة، فيها لون ذهبي كده جميل. في فورم تاني اسمه نيكاراجوان كيرلي هير ترانشولا، شعرها بيكون اكثف من كده بكتير، وسبايدر تاسك وفرتها برضو قبل كده، ولكن مش بالسعر ده لانها كانت جايه استيراد، انما ده تفريخ محلي عندنا هنا في مصر. خلاص حطينا العناكب في البيوت بتاعتها، وعرفنا بنعمل البيت ازاي وبنربيها في ايه. دلوقتي يجي وقت الاكل. ولو انت مش متابعني قبل كده فانت اكيد مش عارف هم بياكلوا ايه، انما انت لو عارف ادم هاني ومتابعه من زمان فانت عارف ان العناكب بتاكل حشرات. طب هجيب الحشرات منين؟ بتتباع عادي وموجوده، وابسط حاجه فيها هي الميل وورم. الورم عباره عن ديدان، او بالمعنى الاصح يرقات، بتاكل خضار وبتاكل علف، او ممكن تحط لها رده او شوفان. الخضار طبعا بتاخد منه الميه، مش اكلها الاساسي. نظيفه جدا، ما بتقرفش، مش لزجه، مفيهاش اي مشاكل. دي اللي بنربيها بقى، وبعدين بنأكلها للعناكب. تعال بقى نشوف لو انت عندك عنكبوت صغير هتأكله ازاي. بالنسبه لدول لسه حاطينهم في البيت بتاعتهم ومتوترين ومش هيقبلوا ياكلوا دلوقتي خالص. طبعا نستنى لما يرتاحوا، ممكن يوم ولا حاجه، او ممكن كام ساعه، وتبدأ تحط لهم أكل لو هما مش واكلين، لأن في أغلب الوقت سبايدر تاسك بتبعت لك الحاجة بتكون واكلة كويس. جبنا علبة تانية عنكبوت تاني، نفتح عليه العلبة بالراحة، منحركهاش، منمسكش العنكبوت خالص، وخلينا نجرب نديله دودة حية بس تكون صغيرة ومناسبة لحجمه. لا حاسسها كبيرة عليه، بس نشوف. زي ما انتوا شايفين هو هجم عليها، ما شاء الله عليه، يقدر ياكل حشرات حية عادي. وقت الاكل ما نوترش العنكبوت ونقفل عليه بالراحة جدا ونرجعه مكانه. طب ايه العمل بقى لو العنكبوت مرضاش ياكل الفريسة حية وخاف من الدودة؟ هل كده العنكبوت فيه مشكلة؟ يا عم لا، العناكب شخصيات. تعالى بقى اقولك لو هو مقبلش ياكل دودة حية نعمل ايه. معنا هنا عنكبوت تاني، هو المرة دي كيرلي هير ترانشولا، والمرة دي بقى هنحط له دودة
ميتة او احنا قاطعين راسها او قاسمينها نصين زي ما انتم شايفين العصارة اللي جواها طالعة بره اهي، وهنحطها جنبه وبس. نروح جايين قافلين عليه ونسيبها له. طبعا هو هيعمل ايه دلوقتي؟ هو هيبدأ يشم ريحتها ويروح عليها ويفضل ياكل منها لحد ما يشبع. طب الباقي نعمل فيه ايه؟ الباقي بالتويزر ناخده وننضف مكان الاكل كويس ونرميه. ما تسيبش بواقي الاكل عشان ما تربيش مايتس او تعمل عفن او اي مشكله. بس اوعى تتذاكى وتجيب لي اصلا دوده ميته عندك، لان الدوده الميته دي هتكون ناشفه وما فيهاش حاجه تتاكل، واصلا هتربي لك عفن ومشاكل. انت هات دوده حيه اقسمها بالنص او اقطع راسها وسيبها للعنكبوت، هو هياكل يشبع تبقى انت نضف الباقي. طبعا مش هعمل ده قدامك لان انت سيبه كده بقى خلاص ساعة ساعتين 3 يوم، وبعد كده ارمي باقي الاكل. حتى لو ما اكلش بعد يوم ما تسيبش الاكل اكتر من كده معاه عشان ما يعملش عفن، جايز يكون هو شبعان. ببساطة هتعرف العنكبوت بتاعك اصلا واكل كويس او لا من حجم الابدومن بتاعه اللي هو البطن. البطن لما تكون كبيرة هو كده مليانة اكل، تمام. لما تكون بقى رفيعة وصغيرة كده فهو كده مش واكل. واتمنى ان الفيديو ده يكون دليلك لتربية العناكب وتبدأ خلاص تتشجع وتاخد الخطوة، لانها خطوة جميلة جدا. بس خلي بالك الطريق ده بتاع اللي يروح ما يرجعش. انت هتجرب، هتحب الموضوع، هتكمل اكتر الى ما لا نهاية. اما بالنسبة بقى للعناكب ومستلزماتها، علب التربية، تويزر التأكيل، التربة، كل ده موجود عند سبايدر تاسك. تقدر تدخل تطلب اللي انت عايزه من هناك. وبالنسبة للعناكب اللي انا جبتها لكم النهاردة دي حاجات سعرها رخيص ومناسبة للمبتدئين واحسن حاجة تبدأ بيها، فاستغل الفرصة لانها لو خلصت مش هتلاقي قدامك غير الحاجات الغالية جدا. فاعتقد ان انت مش هتخاطر تدفع مبلغ كبير في حاجة انت لسه ما جربتهاش قبل كده. جرب في الحاجات البسيطة بتاعت المبتدئين اللي هي سعرها رخيص، وبعد كده هتلاقي نفسك هتعرف تربي اي حاجة حرفيا. واللي بيميز سبايدر تاسك بقى ان هم حرفيا عندهم كل حاجة انت محتاجها، وبيتابعوا معاك بعد ما تشتري كل حاجة. عندك اي مشكلة بتبعت لهم، تصور لهم العنكبوت كده ماله، العنكبوت كده كويس او لا. وعموما انا معاك هنا هصور فيديوهات كتير عن الموضوع ده، وهتلاقي دايما فيديوهات قصيرة على الانستجرام وعلى تيك توك وعلى المنصات التانية فيها تكات وحاجات بسيطة كده في التربية بتاخدها على الماشي تبدأ تفهم أكتر. وأنت عموما كل ما تربي كل ما خبرتك هتزيد لوحدها. تدخل اللينك اللي تحت في الديسكريبشن هتلاقي كل أكونتاتي، وهتلاقيها فيها البيدجات بتاعت سبايدر تاسك. تقدر تكلمهم على الفيسبوك، تقدر تكلمهم على الانستجرام، تقدر تكلمهم على الواتساب، وكمان في جروب للواتساب بينزل عليه كل حاجة، وقت بينزل عليه الأسعار كمان. فدايما هتبقى أنت عندك أبديت بكل حاجة جديدة في مجال العناكب. المهم أنا قلت لكم إن في خبر حلو وخبر وحش. الخبر الوحش نبدأ بيه، وهو العنكبوت الولد اللي هو اتجوز في الفيديو اللي فات للأسف مات. فتعالى اوريهولك الأول. العنكبوت جوه هو للأسف ميت تماما زي ما انت شايف. دي وضعية الموت عند العناكب، بتكون رجله متنية ناحية أسفل جسمه زي ما انت شايف، ومكور نفسه بطريقة كده. طبعا سبب الموت مش موت طبيعي خالص، لو انت شفت الفيديو اللي فات فهتعرف سبب الموت، وهي كانت كارثة. طبعا كنت عايز اوريهولكم قبل ما يموت كان عنده مرض اسمه DKS، وهو مرض بيصيب الأعصاب عند العناكب، وللأسف ملوش علاج وبيسبب الموت. وأسبابه كتير، منهم السبب اللي حصل له في الفيديو اللي فات، وأسباب تانية زي الدخان أو النيكوتين أو المواد الكيميائية. الحاجات دي كلها خطر على العناكب. الخبر الحلو بقى وهو إن البنوتة قفلت المخبأ بتاعها زي ما انتوا شايفين. أنا عامل الانكلوجر كده عشان أبقى شايفها من جوه أهي، قافلة المخبأ وقاعدة جوه، وبنسبة كبيرة هي دلوقتي بتحضر للإيج ساك وهو كيس البيض. فإن شاء الله نشوف ولادها العناكب الصغننين الحلوين ويبقوا متوفرين برضه في سبايدر تاسك، فدعواتكم. أنا بجد حاطط آمال كبيرة قوي على الإنتاج ده، فربنا يسهل إن شاء الله. يعني يا رب، مش بقول غير كده. بالمناسبة نسيت أقول حاجة مهمة قوي، وهي إن العناكب بتحب الضلمة والهدوء. عشان في ناس لما بتتفرج على فيديوهاتي بتلاقيني مشغل نور كده للعناكب، ده بيبقى للفيديوهات بس لغرض العرض، انما في العادي بيكون الشكل كده، ببقى طافي النور كله مبقاش فيه اي حاجة، لان العناكب بتحب الضلمة بتحب الهدوء. لما تكون مصوت الضوء دايما على العنكبوت دي مش حاجة كويسة، سيبه خالص براحته زي ما احنا سيبنا العناكب الصغيرة فوق اهي بترتاح بتاكل، ما تجيش جنبها، مش كل شوية تمسكه.
عموما المفصليات مش للهندلة، احنا بنهندل بس وقت التصوير، انما في العادي العنكبوت طالما هو في بيته وكل حاجة تمام، الرطوبة تمام، الحرارة تمام، كله زي الفل. وبالنسبة للحرارة هما بيحتاجوا درجة حرارة الغرفة العادية بس مايل للدفا شوية. زي ما انت شايف انا ما عنديش هنا ولا تكييف بقى ولا مروحة ولا أي حاجة، وعرقان وحالتي حالة عشان أصور لكم الفيديو ده. في حاجة مستخبية عندي هنا أنا ما وريتها لكمش قبل كده ونسيت، بس كويس إن أنا افتكرت في الفيديو ده. حاجة كتير منكم سألني عنها، وهي تعبان الأرقام الصحراوي. هو بيبص لي لفوق فاكرني هأكله دلوقتي، ولكن ده مش صح. أنا بس بوريهولكم، طبعا مش هتطلع حاجة، المفروض أحط له طبق مية وأحط له مخبأ. فإن شاء الله ممكن الفيديو الجاي يبقى إزاي تربي التعابين بطريقة بسيطة. زي ما انتم شايفين أنا مربيه في علبة بس، الموضوع في غاية البساطة. بس يا سيدي كان معاك ادم هاني خبير في الحياة البرية. متنساش تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب وتفعل زرار الجرس وتنزل اللينك تحت تشترك في كل اكونتاتي، تعمل لها فولو بقى وبتاع وحركات. دعواتكم ليا بالتوفيق عشان اقدر اصور لكم فيديوهات دايما، وسلام.